ارتفع عدد الطعون الانتخابية في مصر إلى 200 طعن حتى الآن. أوضح مصدر قضائي أن الدائرة الأولى بالمحكمة العليا ستبدأ فحص ملفات كل طعن على حدة تمهيدا لإصدار الأحكام في المواعيد المقررة. هذه الطعون تخص انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. ينضم إلي من القاهرة الصحفي محمد محي الدين. محمد، ساعدني على فهم الصورة لأن الصورة اختلطت شوي. هذه الجولة الأولى كنا تحدثنا يعني قبل أيام عن إلغاء حوالي 70% من الدوائر، النتائج 70% من الدوائر. نحن عن ماذا نتحدث الآن في موضوع الطعون وما مصير هذه الجولة الأولى من الانتخابات فضلا عن يعني بقية الانتخابات؟ هذه الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات. الانتخابات التشريعية في مصر تجرى على مرحلتين، كل مرحلة تجرى على جولتين، جولة أولى وجولة إعادة. فهنا نحن نتحدث عن المرحلة الثانية وتحديدا عن الجولة الأولى للمرحلة الثانية. هذه الطعون التي وصل عددها حتى الآن إلى 200 طعن أو نحو 200 طعن، هذا العدد أيضا قد يزداد خلال الساعات المقبلة، لأن استقبال المحكمة الإدارية العليا وهي الجهة المنوط بها النظر في هذه الطعون تستمر حتى الآن في استقبال هذه الطعون، وسوف تستمر في عملها حتى الساعة 9 من مساء اليوم الخميس وفقا للإجراءات القانونية والجدول الزمني للانتخابات التشريعية في مصر. هذه الطعون ربما أيضا زيادة عدد الطعون في هذه المرحلة الثانية هو بالطبع مدفوع بما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، والتي وصل فيها إبطال أو إلغاء عدد من الدوائر إلى أكثر من ثلثي عدد الدوائر الانتخابية التي تصل إلى 70 دائرة انتخابية. تم إبطال نحو 49 دائرة انتخابية. 19 دائرة تم إلغاؤها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة تم إبطالها من قبل المحكمة الإدارية العليا. اليوم أيضا هو ختام اليوم الثاني من إعادة الانتخاب في 19 دائرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعادة الانتخابات في 30 دائرة التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة. هذه إجراءات طبيعية وقانونية يلجأ إليها المرشحون بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية. تقدم المرشحون ووكلاؤهم إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن في بعض الإجراءات. موضوعات الطعون تتعلق باعتراضات على نتائج فرز الأصوات، تتعلق أيضا بربما عدد الأصوات النهائي في بعض اللجان، وعلى الإجراءات التي صاحبت عملية الاقتراع. خبراء يتحدثون ومراقبون يتحدثون عن أن هذه المرحلة الثانية هي شهدت انضباطا مختلفا عن ما شهدته المرحلة الأولى من هذه الانتخابات. نستطيع أن نقول وبدليل اليوم وهي تجري عملية انتخابات، وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط عدد من الذين يخالفون هذه القواعد. نعم، في ضبط، لكن أيضا الطعون تزداد يعني في هذا الوضع. سنتابع يعني الجولات هذه والإعادة في موضوع الانتخابات إلى أين ستصل. شكرا جزيلا للصحفي محمد محي الدين من القاهرة.